بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد. أولا طبعا في البداية برحب بالسادات والسادة الحضور من أهل وأصدقاء وزملاء وأحباب الباحث، وبنعتذر لكم عن التأخير. أنا عارف طبعا إنكم جايين مشقة السفر وعناء الانتظار، فسامحونا معلش الضغط خارج يعني. طبعا برحب بكم في المحفل العلمي اللي هو في مناقشه رسالة الماجستير للدارس محمد مرجع عبد الفتاح بعنوان تأثير استراتيجية الدراما التعليمية في مستوى أداء بعض المهارات الأساسية في كرة القدم لدى تلميذ المرحلة الابتدائية. الحقيقة أنا سعيد النهارده إن أنا لجنة المناقشة والحكم الحقيقة قامات تعليمية بيرضى الله بالجنان، وكل عضو في اللجنة تعتبر مدرسة متفردة بذاته. نرحب طبعا في بداية نهاية المناقشة الدكتورة سيد محمد اللطيف، أستاذ فروع التدريس من قسم مناهج فروع التدريس التربية الرياضية بجامعة طنطا. طبعا الدكتورة سالي أنا شايف هي مجروحة، فهي أخت عزيزة وغالية علينا، والحقيقة هي يعني تزامنا سواء خارج الدولة، وكان ليها يدي بضاعة الحقيقة في مجال التربية الرياضية ومجال المناهج، وهي طبعا فادتنا وبنسعد بيها، واحنا انا عارف ان هي فيها ظروف صحيه غصب عنها، فمعلش سامحونا. فانا بعتذر لك يا دكتوره، احنا بنعتذر لك يعني، ربنا يبارك فيك يا رب. فده من كرم اخلاقك. الدكتور سيد طبعا يعني قيمه علميه انظر لها بالمنام الحقيقه، ادبا وخوفا وعلما، فلا مني كل شكر وتقدير. انا طبعا مش عايز استفيض عشان الوقت لكن لو سبتوا لي المجال طبعا هنتكلم عليها وقت كبير قوي. اهلا بيك يا دكتوره سيد، وسعدنا بيك وشرفنا بيك ان شاء الله، بس انت تشوف ان شاء الله وتبقى مع شويه ومحاسب باعتبار الباحث. جاهز يا محمد؟ هو رسالة
طبعا الطرف الثاني دكتور مصطفى بدر محمد، دكتور مصطفى بدر الدين. الدكتور مصطفى هو استاذ طرق التدريس بقسم مناهج طرق التدريس التربيه الرياضيه، كليه التربيه الرياضيه بني جامعه حلوان. الدكتور مصطفى زي ما بقول بيجمع بين الحسنيين بين كره القدم وطرق التدريس. وفي كره القدم طبعا يعني ليه باع كبير قوي قوي سواء في التدريب وراجل محاضر. تشاركنا وتزاملنا سواء في التدريس على مجال الدراسات العليا او على مجال مرحله البكالوريوس. تشاركنا برضه في مؤلفات علميه كثيره. الدكتور مصطفى احنا بنسعد بيه ونشكر بيه وان شاء الله نستمتع بمناقشته للباحث. اهم هيئه الاشراف الدكتور محمد سالم، استاذ مساعد قسم مناهج وطرق تدريس التربيه الرياضيه. الدكتور محمد مدرسه لوحده. هو مدرسه في ابحاثه في اختيار باحثينه. مشاهد طبعا بنروح فيه برضه موقع عزوه غالي وبكن له ليه كل احترام وتقدير. والدور الثالث معانا الاستاذ مساعد الدكتور محمد منير الدين. الدكتور محمد برضه بيتميز بالخلق وبالعلم بالكفاءه والالتزام والانضباط الزياده. محمد انا سعيد جدا بيهم وبنرحب طبعا باختنا والدكتوره حنان محمد عبد اللطيف استاذ المناهج في قسم المناهج وطرق التدريس في جامعه طنطا. لينا الشرف الدكتوره وبنرحب بحضراتكم. اما عن الباحث محمد يعني احنا عايزين محمد تاكلنا عليك انا عارف، بس ده كان في مصلحه البحث ومصلحتك ان شاء الله تعرف تتكلم ده قدام شويه. وهو الموضوع كان جديد، الموضوع كويس، عشان كده احنا كنا عايزين نتناسب مع الجهد والفكر اللي كان ربنا وفقك ونتمنى كل خير ان شاء الله. هنطلب بس السيره الذاتيه لكل خمسه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد. في الحقيقه يا محمد يعني انا سعيد ان انت جمعتنا على بورد القناه العلميه دي. طبعا يعني كنت سعيد ان انا زميلت استاذ الدكتور محمد ابراهيم جلال، ده يعني اخ كبير بالنسبه لي دايما بتابعه على طول. استاذ الدكتور محمد طبعا يعني غني عن التعريف، لو قعدنا نتكلم كتير يعني هياخد وقت كبير قوي. دكتور مصطفى محمد بدر الدين استاذ دكتور تدريس بقسم المناهج طبعا استاذنا الكريم. سعيد ان انا يعني ان جمعنا بورد واحد. طبعا دكتور مصطفى يعني من الناس اللي ليها ملفات علميه وليه باع كبير قوي في المجال الاكاديمي والمجال الاهلي بره. برحب بالدكتوره سامي محمد عبد اللطيف استاذ قسم المناهج وطرق التدريس بكليه التربيه الرياضيه جامعه طنطا. نورت الدنيا يا دكتور، نورت دكتور الهرم. سعداء بحضرتك جدا. وطبعا سعيد ان انا زميلت اخويا الكبير الدكتور محمد بن طبعا يعني الاخلاق كلها يعني ربنا يخليك. اما بالنسبه للباحث طبعا فمحمد يعني انا اعرفه من شويه يعني راجل بجد من يعني ذو اخلاق رفيعه جدا. حاصل على بكالوريوس تربيه رياضيه 2003 ومدير معهد الحصر الازهري لغات ومدير اداري بلاد الصيد مصر. انا عرفت عليك كده. طبعا محمد من الشخصيات المحترمه الخلوقه، يعني ربنا يبارك لاهل المعلومين. وبرحب باسره الباحث على تحمل عناء السفر والحر والدنيا دي والانتظار. فيعني ان شاء الله يعني نستمتع مع بعض بمناقشه ومحفل علمي راقي. ننقل بقى نقطة جلسة للدكتور محمد. طيب محمد بيطلب منك بس عرض موجز كده للبحث، يعني خليك كده الإجراءات وتوصيات الاستندادات. اتفضل خلال كده آخر من 10 دقايق. هنبدأ بمشكلة البحث. من خلال ملاحظة الباحث واطلاعه على عدد الدراسات والبحوث الخاصة بهذه المرحلة، قد تبين للباحث وجود مشكلة تنمو في عدم الاهتمام بالبرامج التدريبية والحركية للأطفال، والذي يفسر من خلال قلة هذه البرامج وضعفها في مواكبة التطور والتخطيط العلمي للبرامج التربوية، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرات الأطفال البدنية والحركية. الأمر الذي دفع الباحث لمحاولة التعرف على تأثير برنامج تعليمي باستخدام الدراما التعليمية في تطوير بعض القدرات والمهارات الحركية
الأساسية في كرة القدم للأطفال بعمر من 6 ل 9 سنوات. هدف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على تأثير استراتيجية الدراما التعليمية في مستوى أداء بعض المهارات الأساسية في كرة القدم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. إجراءات البحث: هنبدأ بمنهج البحث. تحقيقا لأهداف البحث وفروضه استخدم الباحث المنهج الشبه تجريبي ذو التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية لاتباع القياسات الطولية والبعدية نظرا لملائمته لطبيعة البحث. مجتمع البحث: اشتمل مجتمع البحث على تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الحصري الأزهري لغات خاصة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية البالغ عددهم 73 تلميذا ومقيدون بسجلات العام الدراسي 2021-2022. عينة البحث: تم اختيار العينة بالطريقة العملية من تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الحصري التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية ومقيدون بسجلات للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ قوامها 50 تلميذا كعينة أساسية موزعين بالتساوي على مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة بواقع تصنيفي 25 تلميذ لكل مجموعة. كما قام الباحث باستبعاد عدد 8 تلاميذ للأعذار الطبية. كذلك تم اختيار عينة قوامها 15 تلميذا كعينة تقنية استطلاعية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية لضبط المتغيرات المختارة. تنفيذ البرنامج التعليمي المقترح: قام الباحث بتطبيق الدراما التعليمية في تعليم بعض مهارات كرة القدم لتلاميذ المجموعة التجريبية، بينما اتبعت المجموعة الضابطة الطريقة المتبعة اللي هي الشرح والعرض في التدريس، وذلك عقب القياس القبلي وفي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/3/2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022 بواقع وحدتين تعليميتين أسبوعيا وبزمن 45 دقيقة لكل وحدة تعليمية. بناء على ذلك استغرق تنفيذ التجربة 6 أسابيع. القياس البعدي: بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح تم إجراء القياس البعدي على مجموعتين البحث التجريبيتين والضابطة في الاختبارات المهارية. قيد البحث: وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20/4/2022 إلى يوم الاثنين الموافق 25/4/2022. وقد تم إجراء قياس الاختبارات المهارية على نحو ما تم إجراءه في القياس القبلي. الاستنتاجات: من واقع البيانات والمعلومات التي توصل إليها الباحث وفي حدود عينة البحث وخصائصها وطبيعة وأهداف هذه الدراسة وفي حدود المجال الذي طبقت فيه وفي ضوء المعالجات الإحصائية ومن خلال مناقشة وتفسير النتائج يمكن استنتاج التالي: فعالية البرنامج التعليمي المتبع في تحسين نسبي لمستوى أداء بعض المهارات الأساسية في كرة القدم بدرس التربية الرياضية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. 2. فعالية البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الدراما التعليمية في تحسين أداء بعض المهارات الأساسية في كرة القدم بدرس التربية الرياضية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. 3. وجود فروق دالة إحصائية بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبيتين والضابطة في المتغيرات قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية. التوصيات: بدون ما أثرت عنه الدراسات الحالية من أن التدريس باستخدام استراتيجية الدراما التعليمية أفضل من التدريس بأسلوب الشرح والعرض وفي إكساب التلاميذ مهارات عمليات التعلم. 1. ضرورة وضع وبناء البرامج والمناهج الرياضية المدرسية بما يتناسب مع خصائص النمو لكل مرحلة عمرية، بالإضافة إلى الاحتياجات النفسية والبدنية والعقلية والاجتماعية لتطوير الحصيلة المعرفية والمهارية باستخدام الأساليب التعليمية الحديثة. 2. ضرورة استخدام التمثيل الدرامي والحربي في تطوير القدرات والمهارات الحركية الأساسية في درس التربية الرياضية مهارات كرة القدم. 3. استخدام برامج تعليمية قائمة على التمثيل الدرامي الحركي في تنمية القدرات والمهارات الحركية الأساسية في مختلف الألعاب الرياضية. 4. ضرورة تهيئة البيئة التعليمية بالإمكانيات والأدوات اللازمة لتطبيق التمثيل الدرامي الحركي في عمليتي التعليم والتعلم. 5. إجراء دراسات وبحوث أخرى على فئات ومهارات أخرى من خلال برامج تعليمية قائمة على التمثيل الدرامي الحركي. وشكرا. نشكر الباحث على وجود العرض والتزامه بالوقت، والآن جاء وقت المناقشة.
ونستمتع بالمناقشة. أنا بس في والدك يا محمد الأول والدتك محمد أخباره معاك حاجة؟ الحمد لله. حاجة جديدة المناقشة؟ الحمد لله. راضي عنه؟ الحمد لله. اتفضل. هنسمع الأول قبل ما نسمع بس لجنة المناقشة اللي هي بس ملاحظة يا جماعة. لجنة المناقشة الهدف منها إن هي مش تصادم أخطاء أو إحراج الباحث أو لجنة الإشراف، لكن هي تلقي الضوء على بعض الاستفسارات وبعض الأمور اللي ممكن ما تبقاش واضحة أو إنها تبقى هيئة الإشراف ما وضحتهاش، فبيبقى بتلقي الضوء، وده برضه في نفس الوقت بيلقي الضوء على الوقت والجهد والفكر اللي تم فيه. فهي مجرد استفسارات الاستكمال ممكن اللي هو راح مننا اللي احنا ما قدرناش نستحمله. بطلق المجال الاستاذ الدكتور مصطفى بدر لمناقشه الباحث. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية بشكر الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم جداد على كريم دعوته لمناقشة الباحث. طبعا يعني أنا عاوز أتكلم طبعا كلام كتير عن الدكتور محمد إبراهيم جداد، لكن طبعا علشان الوقت واحنا اخذناكم فانا هحاول ان اختصر، حتى هختصر في المناقشه يعني. طبعا من وقت ما مسك الدكتور محمد ابراهيم جداد رئاسه القسم وفي تطور كبير في القسم، وطبعا كل يشهد الكلام دوت، فانا طبعا بشكره على اهتمامه وعلى الشغل الدؤوب اللي يقوم بيه تجاه القسم. بشكر الدكتور محمد سالم، طبعا دوت الاخ الصغير، مش صغير قوي يعني، هو كبير مقام طبعا، بس هو طبعا بالنسبه اخويا الصغير بالسن يعني. طبعا محمد سالم انا اطلق عليه هو العالم الشاب، يعني هو بصراحه نجم متالق ما شاء الله في مجال التربيه الرياضيه، مش في كليه التربيه الرياضيه الهرم، بل في كليات التربيه الرياضيه عموما، ودي مدرسه فريده بتاع محمد سالم. لما بتروح في اي مكان، يعني انا لسه كنت في مناقشه دلوقتي جديد، ففي شغل قريب من الشغل بتاع الدكتور محمد سالم، قال الشغل ده بتاع محمد سالم، يعني طبعا هم ما يعرفوش ان انا على علاقه كويسه بيه، فمعنى كده دي مدرسه والمدرسه بتاعته انتشرت. فانا بشكرك يا دكتور محمد على الاهتمام العلمي اللي انت قايم. طبعا الدكتور محمد منير النمر طبعا ده برضك اخويا صغير والقائد بتاع المستقبل اللي جاي، يعني من الناس اللي بيعتمد عليها في اي مكان بيسند ليه. فبشكرك برضك يا دكتور محمد لكريم دعوتك للمناقشه البحث. طبعا بتشرف بالدكتوره سالي بتواجدي النهارده، وتزامن معاها في مناقشه الباحث، ونورت بيتك الثاني كليه التربيه الرياضيه الهرم. على فكره انا جيت في عندكم مثلا مره واحده وانا استاذ مساعد عشان انشر بحث في المجال عندكم قبل ما تقفل. بص يا محمد، طبعا انا بشكر ان طبعا مبسوط جدا لما بلاقي مناقشه وفيها عدد كبير من الحضور، ده بيدل ان هو مهتمين بالباحث، وان الباحث علاقاته كويسه مع الناس، مش والده ووالدته فقط، لا مع الناس عشان الحضور الكبير. فبشكرك يا محمد طبعا، وبشكر الحضور كلهم، وبشكر والد الباحث ووالدته، بشكر الدكتوره حنان اللي تشرفها النهارده ونورت الكليه. بص يا محمد، احنا هنبتدي. بص اللي انا بقوله مجرد استفسارات، تمام؟ لو في حاجه عندك هترد عليها ماشي، مفيش خلاص، لا انا هجاوب عليها مش مشكله. تمام؟ لو احنا طبعا العنوان هنشرح في العنوان في البدايه، بس عشان ده هيبقى مدخل للحاجات الداخليه. استراتيجيه الدراما التعليميه في مستوى اداء، انت واخد عينه 7-8 سنين، وهنا في مستوى، انت بتقيس مستوى جوه ولا بتعلم مهاره؟ عاوزين نعرف الفرق. انت بتقيس مستوى ولا بتعلم مهاره؟ يعيش بعلم. هو السن دوت
لسه يعني 7 8 سنين ديت يعني لسه يعني ما المفروض ان هو بيتعلم مش هتقيس مستوى. تمام؟ فيعني عشان ايه في العنوان تحديد مستوى دوت، فانا طبعا انا لما قريت جوه ولقيت العينه 7 8 سنين دي في بدايه التعليم عندي. يعني انا لو قلنا كنا معظم الخبره في كره القدم اكدوا ان انسب مرحله لتعليم المهارات الكره من 7 ل 8 سنين. تمام يا محمد؟ يبقى لسه في مرحله التعليم مش تحديد مستوى. بص يا محمد، في قائمه المحتويات انت طبعا يعني انا بشكرك طبعا، انت الطباعه كويسه قوي، الاسلوب واضح بتاعك سهل، لكن في خصائص النمو الاجتماعي والانفعالي انت بعد كده كتبت الخصائص المهاريه والخصائص البدنيه وكاتبها بالانجلش. يعني لا اما تعمل كله بالانجلش لا اما تشيل الانجلش ده يعني مش مالهاش يعني. في البدايه طبعا ودي برضك في كل رتم البحث عاوزك تروح انت شغال على عينه التلاميذ مش الطلاب مش الناشئين مش المتعلمين. كل صفحه انت كاتب بشكل تاني حسب ايه؟ يعني انت مختار، فانت واحد انت شغال على التلاميذ. لو انت شغال في مجال التدريب او مدارس الكوره يبقى هنقول مبتدئين. تمام؟ يبقى احنا ايه؟ واحد في كل مصطلح تلاميذ. تمام؟ البرنامج اللي انت واخده اللي هو الدراما، انت هنا بتذاكر في المقدمه ان هدف البرنامج معرفي واجتماعي فقط. هل الهدف اللي انت واخده في الدراما التعليميه او الدراما التمثيليه هل الهدف بتاعها اجتماعي فقط ومعرفي؟ مش مهاري ما انت بتذاكره. انت حتى في الصفحه الاولى كاتب ان الدراما التعليميه الهدف بتاعها هدف معرفي واجتماعي فقط لا غير. تمام؟ ليه؟ لان انت واخد يعني معظم الباحثين بياخد الفقره من المرجع بيكتبها زي ما هي. المفروض ان انت تقراها وتبتدي تسخر طبقا للشغل بتاعك انت. وبتكتب اسم المرجع برضه، ما بقولكش انت تكتبها، لا تكتب اسم المرجع. لكن بما يناسب للشغل بتاعك فانت بتاخده وتحطه زي ما هو، فهو غير مناسب للشغل بتاعك. هو زي ما هو واخد الجزء النظري وعايز حضرتك دايما بأساس الماجستير الباحث دايما مش مسموح بيه اللي هو دايما هو رأي. لا انا مش بقول بقول خد جزء، لكن في مثلا في جزء تاني النهارده ان التعليم اول ده استكشافي بقى ثالث تمثيل الحرف دول اساسيين، فهي ممكن تبقى جاهز تبقى نقاط ثانيه بس بشكل غير مباشر. معاك يا دكتور، بس هو الفكره في انا مش بقول ان هو انا مش بقول ان هو رأيه يعني هو ده مش شغال على الفقره بس. طبعا انت كاتب من المرجع هل المرحله السنيه 7 و 8 هل عندها كله على تقليد المحاكاه؟ هم لسه في مرحله التعليم ما عندهمش الحته دي. تمام؟ طبعا لو كده المرجع طبعا مش كل اللي هيتكتب في المرجع يبقى تمام. ليه؟ لا بص، فكره التقليد والمحاكاه دي بتنطبق اساسا على المرحله الاعداديه. يعني سنه اولى وثانيه اعدادي دي مميزاتها ان هي بيبقى عنده تدريب، يبقى عنده القدره على التقليد والمحاكاه. بمعنى ان انا ممكن بيسهل عليا ان انا اشرح النهارده. لو انا اديت نموذج اهو بيدي زي ما بقى ادي نموذج، لكن مش موجوده في المرحله السابعه كمان ان هو لسه بيتعلم. فما عندوش الحته دي. تمام؟ طبعا انت مركز قوي على شغل علم النفس، يعني كل حتى الفقرات اللي انت واخدها مركز على علم النفس بشكل كبير قوي. تمام؟ وتعديل السلوك والاخلاقيات والكلام دوت يعني. انت دلوقتي في العرض بتاعك قلت ان قله البرامج في المدارس، بعد كده انت فكرت في الموضوع ده. هو ايه البرامج اللي موجوده في المدرسه غير الشغل التقليدي بتاعنا؟ تمام؟ طب هل الشغل التقليدي بتاعنا انت قصدت المشكله بتاعتك؟ طبعا انا
مشكله على المقدمه. ليه؟ معظم الباحثين بيدخل المشكله مع المقدمه وفي الاخر هي المشكله فين؟ مش عارف، فانت فصلتهم. لكن لما جيت تتكلم عن المشكله برضك انا ما ادتنيش اقتناع ان ده في مشكله عشان انت كده فكرت في موضوع الدراما. هي الدراما فكرتها فكره كويسه، مفيش مشكله طبعا، فكره جديده. لكن المشكله، هل المشكله السبب ان التعليم التقليدي بقى تعليم سيء ما بوصلش جوده تعليميه كويسه للطفل او المهاره كويسه بشكل كويس؟ عشان كده انت فكرت في الموضوع دي ممكن نقول عليها مشكله؟ لا انا بس هروح. هو طبعا المشكله دي مش عامله كده، يعني كل الباحثين بيرموا المشكله بتاعتهم ان التعليم التقليدي فاشل، التعليم التقليدي سيء. التعليم التقليدي من انجح البرامج دلوقتي مع كل ايه؟ التعليم من انجح بص على الاصلاح ومشترك الان، وانت لو حضرتك شغال في مدارس واكاديميات كله مش متعلم خلاص ان انا بقعد على المعارضه النموذج كده. لما الطفل يشوف النموذج بشكل اربع عن بشكل مش لازم نعرفها، لكن الاساليب المختلفه دي عامل مساعد ممكن استعين بيها مع التعليم التقليدي. لكن ما نرميش التعليم التقليدي فاشل وسيء وما بيوصلش معلومه فعشان كده بستخدم دي، لا. لكن انا ممكن استخدم مع التعليم التقليدي وسائل تكنولوجيه كتير. تمام يا محمد؟ في مصطلحات البحث يا محمد يعني صفحه 18 انت كاتب دراما تعليميه ولعبه تمثيلي، يعني انا مش في فرق بين الاثنين؟ يعني دراما ولعبه. لا ده بتكلم انا عاوز اتكلم انا كمعلومه، لان انا لقيت دراما والعنوان البحث دراما وبعدين انت دخلت لعبه تمثيلي. فمش عارف هل المصطلح واحد ولا هم اثنين مختلفين؟ في صفحة 20 في الإطار النظري طبعا الدراما التعليمية انت لغاية قبل الصفحة كده في الربع الأخير كاتب مرجع، هل الثلاث تطلع الصفحة بنفس المرجع ولا الفقرات اللي اتلاتت الأول من تصورك انت؟ واخد بالك يا محمد انت مش واخد بالك؟ يعني هو في مره واحده هل الكلام كله من نفس المره؟ في صفحه 21 في نص الصفحه وعلى سبيل المثال في تدريس التربيه الرياضيه يتطلب استخدام مجموعه الالعاب التمثيليه وقراءه النصوص المسرحيه والشعريه طبعا مالهاش علاقه. فانت كاتبها ايه علاقتها بالشغل بتاعنا؟ يعني انا مش شايف الفقره دي انا شايفها مالهاش داعي. بس الفقره دي مش توضيح ان هي بتشتغل في كذا وكذا وكذا.
صفحة 29 أو 23. المقومات الأساسية للدراما التعليمية ومكوناتها النظرية. الفقرة الثانية: وتتمثل تلك الأسس في تحويل مجموعة، معايا يا محمد؟ الدروس العلمية واللغوية والدينية والفنية إلى نصوص دراسية قابلة للتمثيل والتشخيص. هل دي تجيبها من المرجع يا محمد؟ الفقرة الثانية على طول. وانت عملت كده، يعني انت حولت الكلام ده انت عملته؟ هو تحويل ده حصل في البرنامج الإشتراكي. بس دخلت لي في الناحية الدينية والحاجات دي يعني. لأن أنا دخلت فيه، لأن أنا دخلت مع ناس أهلي، فأنا حتى دخلت في قصة حاجة دخلت في موضوع الحج. دخلت فيه طواف وفي حاجات زي كده، حاجات المناسك الحج نفسها. دخلت في الناحية الدينية. ايه علاقته دي بالمهارات؟ يعني ذكرت مناسك يعني مش فاهم. عملتها قصة حرفية. هو بص يا محمد، هو الفكرة إن أنا بعد ما خلصت قراءة الرسالة أنا برضك لحد دلوقتي أنا ما فهمتش أنت عملت إيه. ليه؟ المفروض إن أنت تكتب لي في الفصل الثاني تديني حتى نموذج. أنت استخدمت الدراما التمثيلية في إيه؟ وإزاي علمت المهارة إزاي؟ أنا ما لقيتش. يعني أنا برضك أنا عاوز أفهم كمعلومة جديدة ليا، ما لقيتش الموضوع. فأنت ما تدينيش خلفية خالص عن الجزئية دي. تمام؟ حتى في فصل الإجراءات أنت برضك ما تدينيش في دي. بس لابد إن أنت تديك نبذة حتى لو بسيطة. أنت عملت إيه؟ إيه البرنامج بتاعك اللي أنت مشيت عليه علشان أوصل إن أنا أعلمه المهارة بشكل درامي؟ ما لقيتهاش. انا مش مليتهاش او انا بكلمك ان في كسور يعني ممكن يكون في كسور او ضاعت مني، بس انا فعلا كنت عايز افهمها، يعني عاوز اعرفها. خلاص كفكره جديده انت عملتها ازاي فمش واضحه خالص. تمام؟ يمكن هي الفكره بس هي في حاجتين. طبعا انت وجهه نظر دكتوره منطقه يعني، لكن احنا بالنسبه للجانب النظري ما لقيناش تقريبا اي شيء بيتكلم عن علاقه الدراما التعليميه بالتربيه الرياضيه. دي برضه كان جزء، عشان كده برضه دي كانت مشكله واجهتنا في الاطار، واحنا يعني في بعض الاجزاء حاولنا ان احنا نوظفها لصالح التربيه الرياضيه، بس برضه كان بشكل محدود. الحاجه الثانيه احنا النهارده لما قعدنا هيئه الشغل مع الباحث وقعدنا نتناقش طبعا عشان ننزل الدراما التعليميه، لقينا اقرب حاجه في التربيه الرياضيه مقارنه بالدراما التعليميه هي القصه الحركيه او التمثيل. فلذلك برضه يمكن ده يكون يعني شويه ما وضحناش النقطه دي، او برضه ممكن احنا في الجزء النظري او في الاجراءات نوضح برضه النقطه دي. يعني ابص كاتب هنا ارجو التركيز كيفيه استخدامه في المجال الرياضي. يعني انا ما طبعا كل الكلام الفضل بيتكلم على الدراما بشكل عام، مش مركز على دراما المجال الرياضي. تمام؟ ممكن تكون ما فيش مراجعه زي ما بتقول الان، لكن برضه احاول بقدر الامكان على كنت يعني ادخلها. فانا حسيت ان انا وانا بقرا الجزء النظري بالذات ان انا مش في الرياضه دي يعني تمام. صفحه 29 يا محمد، انت كاتب واحد مرة عن التربيه الاسلاميه. ايه علاقه بالتربيه الرياضيه؟ يعني انت استخدمت اللي هي مرحله التخطيط، مرحله التركيز، مرحله التطبيق، احنا واخد الحاجات دي كلها من مره خاصه التربيه الاسلاميه. صفحه 30 زي ما انا اتكلمت دلوقتي وقلت لك ان انت ما تديش اي نموذج. تمام؟ في مجال كره القدم وشكل جدول التمثيل ازاي؟ يعني انا برضه كاتبها لك كده صفحه 30. ما هي كتابة التمثيل في الحصة التعليمية؟ انت برضه اتكلمت كلام عام وبرضه ما تديش اي نموذج ولا اي دلاله على الشغل بتاعك. عشان برضه انت يعني المشكله في ان انت الجزء النظري كبير قوي،
ودخلت مجالات ثانيه خالص زي التربيه الرياضيه، فيا ريت يعني الاستاذ الدكتور بدات في الجزء النظري. يعني معظم دلوقتي الشغل الحديث الجزء النظري 6-7 صفحات، يعني بيركز على الموضوع بتاع الرساله بس او موضوع البحث، لكن برضه دي ما لهاش لازمه خالص. لا مجال بس ما لهاش لازمه خالص. صفحه 32 هل المرحله السنيه طبعا يعني انا بتكلم بشكل عام لان انت كاتب كده، هل عندها قدره على قراءه النص من 37 سنه تقرا نص؟ دي كانت الدرجات مش فاهم بقى دي انت كاتب صعب دي ولا دي؟ تاني بقى الرقم واللي بعدين برضه في المشروعات والمدارس كتير التجارب الدوليه التجارب مالهاش لازمه ممكن ليس لها داعي حتى انت في عمر كلك تتشال يعني بعد وقت المدار بقى كتير. هنخش بقى في صفحه 45 المهارات الاساسيه للعب كرة القدم. لما نيجي هتكون مثلا تعتبر المهارات الاساسيه احد الجوانب الفنيه العامه في رياضه كره القدم، مش هتكون نشاط تمام. وطبعا انا مش لاقي مرجع عليه، يعني فكانت الفقره مش لاقي مرجع عليه. والمهارات الاساسيه في كره القدم هي مهارات خاصه ولا مهارات عامه؟ احنا ما عندناش خاصه عامه تمام؟ ما بقاش في المهارات الاساسيه الخاصه، يعني ما مش فاكر يعني انا مش شايف مرجع انت كاتب منه. فهل انت من خواطرك انت اللي كاتبها او من مرجع ديت انت متاكد منها؟ عمليه الاعداد النهائي لتعليم المهارات مش للتدريب، يعني الاعداد النهائي بقيته عشان يتعلم ما لهاش علاقه بالتدريب تمام. وطبعا موضوع المصطلحات زي ما قلت لك. بالنسبه لتصنيف المهارات الاساسيه من عندي المهارات الاساسيه في الكوره ومهارات اساسيه في الكوره. انا اول مره اسمع في المهارات الاساسيه في الكوره هل المساحات الخارجيه دي مهاره، مع ان انت بعد كده كاتبها مش مهاره تمام. فبلاش يعني ما اعرفش المره اللي انت جاي منه برضك انا كاتب لك اي مره طبعا كاتبهم كده مش المفروض انا عندي رجال في الجاي بس ده عرفت بقى خارج المساحات الخارجيه مش موجوده هنا بقى مرات. لا ما بتكتبش من التليفون. انت حتى بص الدكتور لما يجي مثلا المهارات الاساسيه بيكون كوره هو زي كل مهاره عامل نفسه بسيط لحد الوقت بتاع الدفاع مش حاطط الانتحار الخارجي يعني معايا. وهذه المساحات الخارجيه ديت فهو عشان كده انا بقول له لو هو جايبها من بره شوف المره هو المتعارف ان احنا نطلع مهارات دولت هو بيذكر. لا انا فاهم يعني برضك هي برضك وجهات نظر بس هي كل مره اللي جايه من طريق هو مش كل مره. هو حتى مش بنذاكرها يعني مش كانت نازله عليه ده المساحات الخارجيه ديت مش شرط. ايوه لا هو عادي نفسه كل مره هو مش مذاكرها. انت ايه المهارات اللي انت استخدمتها يا محمد؟ ما اعرفش المهارات اللي انت استخدمتها لحد دلوقتي انا ما اعرفش. انت كتبت انت كاتب دلوقتي نبذه بسيطه عن الركلات والخطوات التعليميه في الركلات. تكلمت عن ركل الكره بالتفصيل تمام وانواع ركل الكره. جيت بعد كده مهاره كلب الكره اتكلمت بشكل عام ما اتكلمتش ليها انواع
يعني انت دلوقتي اتكلمت على الرجل بانواعه، يبقى الطبيعي ان انت تتكلم عن مهاره الرجال الكره بانواعها، تتكلم عن مهاره ضرب الكره بس بانواعها زي ما انت عملت الرجل، لا اما تدي نبذه على كل حاجه بس. انت اتكلمت عن 6 مهارات، في مهارتين ما اتكلمتش عليهم ولا ذكرتهم اصلا خالص، المهاجمه ومهارات حارس المرمى ما اتكلمتش عليهم ليه؟ مع ان هي المهارات دي كلها مش واخدها في البحث، صح كده؟ طب ليه المهارتين دول ما اتكلمتش عليهم؟ مهارات المهاجمه ومهارات حارس المرمى. تمام؟ لا اما تذكر تعمل ذكر للمهارات وتتكلم المهارات المستخدمه فقط لا غير. تمام؟ لكن ادام انت خدت المهارات كلها واتكلمت عليها يبقى انت سايب المهارتين دي، المهاجمه ومهارات حارس المرمى ما اتكلمتش عنهم خالص ولا ذكرتهم اصلا. تمام؟ طبعا بالنسبه للدراسات المرجعيه يعني انا بفضل ان هي تتحط بشكل جدول، بيبقى بشكل افضل يعني وتبقى واضحه، حتى انا هعرف العينه ايه، المنهج اللي انت استخدمته ايه، بقى بشكل واضح غير ما بيكون ايه العمليه كلها ايه افضل اعرف الرساله كلها. تمام؟ الدراسات طبعا انت واخد دراستين اجنبيتين طبعا بعيد عن مجال الرياضه، مفيش دراسات اتعملت في مجال الرياضه خالص في الدراما. الفصل الثالث اجراءات البحث، طبعا انا بشكرك ان انت استخدمت المنهج التجريبي شبه التجريبي، لان طبعا معظم الباحثين بيستخدموا المنهج التجريبي، والمنهج التجريبي هو ما ينفعش عندنا في التربيه الرياضيه، يعني في المواد مثلا في الطب في الحاجات اللي هي فيها شغل معامل ممكن على المنهج التجريبي، لكن احنا مثلا المنهج الشغل التجريبي طبعا انا بحييك عليه وبحيي هيئه الاشراف. لكن برضك يا ريت احنا عاوزين بعد كده برضك مع هيئه الاشراف ان احنا مش شرط ناخد مجموعتين في كل مره، مجموعه تجريبيه ومجموعه ضابطه، يعني دلوقتي برضك كل شغل جديد هو مجموعه واحده، يعني المجموعه الضابطه دي خلاص اصلا هو معروف ان المجموعه التجريبيه هي اللي هتبقى افضل، فهي المجموعه الواحده بطبق عليها البرنامج بتاع الشغل بتاعك. تمام؟ المهارات اللي استخدمتها في البحث يا ابني عشان عاوز بس اعرفك دلوقتي، انت استخدمت ركب كره بطن القدم؟ التمرين استخدمت ايه في التمرين؟ انا مهاره في التمرين، ما هو عندي 4 ركلات وال4 ركلات دي في التمرين. استخدمت ايه مهاره؟ على فكره الكلام مش واضح. تمام؟ المفروض ان انا استخدم ركب الكره وبطن القدم، لان عندي وجه القدم بيبقى عمره الداخلي وخارجي وعمره فيه. تمام؟ فاستخدمت ايه تاني غير ركب الكره وبطن القدم؟ أنهي نوع؟ وجه القدم؟ بس وجه القدم معرض صعب. مع السن دوت معرض صعب جدا. تبقى الوزارة دلوقتي ماشي، هو مش موضحها يعني. انت واخد الاختبارات البدنيه صفحه 65 فيرجن. تمام؟ انت واخد الاختبارات البدنيه عشان بس تحصل تعمل تجانس بس فقط تغيير، صح؟ تمام. المفروض يا محمد في الفصل ده تذكر لي ايه المهارات اللي انت خدتها طبقا للمنهج المدرسي.
يعني مش واضحه، يعني مش عارف المهارات خدتها ايه، مش واضحه خالص في الفصل ده. تمام؟ في صفحة 74 هو في صفحة 74 موصول بيه دلوقتي مهارة التمرير، مهارة جانب الكورة، مهارة التصوير، مهارة السيطرة على الكورة. مهارة التمرير واحد أنهي نوع؟ لازم تحددهولي. الجانب الكورة أنهي نوع؟ أنا عندي كذا نوع. السيطرة على الكورة واحد عندك إيقاف ولا عندك كلمة ولا عندك انتصاص، والإيقاف عندك أنواع، أي واحد أنهي نوع؟ يعني الكلام دي أنا ما بدلش فيه على الكلام على العام. تمام؟ ازاي انمي المهاره عن طريق المشاهده؟ يعني انت كاتب هنا عن طريق المشاهده. ازاي؟ صفحه 74. يعني لو انا اتفرجت دلوقتي هل دي فكره تنميه؟ يعني ممكن من خلال ان انا اتفرجت على عدد مهارات معينه، هذا بيتناقش بعد التسجيل الخاص. هل بناء على ان انا المشاهده دي ان انا ممكن انزل اخد الكوره خطا؟ محمد هو بيقول لك تنميه المهاره عن طريق المشاهده مش عن طريق الاداء. انا عن طريق المشاهده هنعمل المهاره ازاي؟ عن طريق المشاهده. لازم انزل ادي. لازم انزل ادي عشان طيب هو دلوقتي هينميها عن طريق المشاهده زي ما كان مش هينميها عن طريق المشاهده. بس لكن انا هنميها من خلال الاداء، هو هيشاهد وهينزل ادي. وبعدين انت محددها اوقات، يعني 5 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه، يعني هل الوقت هيبقى كافي؟ انت الحصه عندك 45، يعني لما بصيت انا قلت هيبقى النظام عندك الفتره اللي هي 90 دقيقه، فلقيت ان لا الحصه 45 ده بقى بين 10 دقائق يبقى 35 دقيقه. هل هيبقى الوقت كافي قوي ان انا اوصلهم يتعلم المهاره؟ دي نقطه. تمام. النقطه الثانيه، ليه ما استخدمتش نظام الفتره في الشغل دوت؟ النقطة الثالثة في التلاميذ عندنا في المدارس. النقطة عندنا في المدارس المهمة اللي كله عايز التلميذ يوصل للآلية. أنا مش مطالب إن أنا أوصل للآلية للتلميذ. أنا عايز يبقى الأداء بتاعه بشكل مودي، بشكل مقبول. يبقى مرحلة التوافق الأولي وممكن ألبس مرحلة التوافق الجاي، ألبسها. تمام؟ الآلية الآلية دي في شغل الآلية. تمام؟ وصلت؟ فالوقت ما بيساعدنيش إن أنا أوصله بشغل الآلية بالأداء أو بمرحلة التوافق الجاي وأمشي فيها. تمام؟ لكن هو ممكن يلبس فيها في الآلية. تمام؟ ان الناس بتخدم بيها العمل المعلم عن هذا المعلم مش مفروض ان هو الولد يكتسب المهاره بنسبه 90% او 100%. يعني في ظروف ثانيه فرق عنه. يعني اولا هو في الظروف وعنده وقت محدد وفي نفس الوقت مرتبط بمنهج خاص بالتربيه الرياضيه من الوزاره، عكس المدرب هو بينتقي الاولاد يعملوا انتقاء، يعملوا تدريب يومي. فترات الوحده التدريبيه بتبقى كبيره قوي، عنده مساحه كبيره ان هو يعالج المهارات دي كلها. فهو النهارده زي ما الدكتور مصطفى محمد قال انك انت النهارده يعني لو وصلت الولد للتوافق الجيد ده يبقى كويس قوي. ده لو وصلته
الظروف بتاعتنا اللي احنا بلاعب وعدد الملاعب وادوات والامكانيات وعدد الطلبه كثافه كبيره قوي، يعني الحاجات دي لازم تكون في دماغنا. فاحنا النهارده بنعمل الكلام ده، ممكن يكون احنا برضه بنجود الشغل شويه عشان ده بحث علمي، لكن الواقع بتاعنا بيبقى مختلف شويه، بيبقى فيها صعوبات كبيره قوي. فدي نقطه لازم تخلي بالك منها وتتكلم ورد على كل مصطفى الفكره دي. في صفحة 87 نبتدي من الأول. لا خلاص. في التوصيات يعني إذا كان في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من أن يعني برضك دي صياغة من أن يعني هي برضك التدريس باستخدام استراتيجية الدراما التعليمية أفضل من التدريس بأسلوب الشرح والتعاطي. يعني أنا يعني ليا كومنت على الحتة دي، هو مش أفضل. يعني معلش يعني احنا ممكن نعيد صياغة ليها، لكن هو مش أفضل. تمام؟ يعني معلش أنا من أنصار اللي هو الشرح والعرض والنموذج. أي حاجة تانية أنا ماشي مساعد لكن مش أفضل. تمام؟ أنت بص، أنا هسألك سؤال يا محمد. انت دلوقتي عملت الشغل وانا بحكي على الشغل والشغل موضوع كويس وجديد. انت دلوقتي بعد ما تخلص نخلص المناقشه هتاخد الماجستير، هتقعد تشتغل مع الطلبه بتوعك، هتشتغل بايه؟ قول لي بس هتشتغل بايه؟ مش هتشتغل بالدراما؟ مفيش الامكانيات المتاحه يا محمد، احنا مش هنضحك على مفيش الامكانيات المتاحه اللي هي تساعدنا نشتغل بالشغل ده يا محمد. حتى العناصر التلاميذ برضك مش متاحين ان هم يتقبلوا الشغل، لان شغلك محتاج يعني تهيئه معينه عشان هيئه التلاميذ. تمام؟ المعهد او المدرسه مش هتديني الوقت الكافي عشان اعمل الكلام ده. فاهمني؟ انا مش بقلل من الشغل كويس، لكن بتكلم في الواقع يعني. تمام؟ لو هنيجي نتكلم عن الواقع، اي حد اي مدرس مجتهد يقدر ان هو يوظف سواء درامي، يوظف وسائل تعليميه، هيوظفها في المدارس عادي مفيش مشكله. احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن مدارس حكوميه، ما بنتكلمش على الكلام بتاع زمان. هو احنا دلوقتي الشرح والعقد انا ما اقدرش استغنى عنه، لكن انا بساعد او بدعم الجزئيه دي باي وسيله من وسائل التكنولوجيا. يعني انا مع حضرتك وبقيت حضرتك انا ما اقدرش اقول ان الوسيله هتغنيني عن الاداء او الشرح. ماشي، ما ده اللي احنا عايزينه. ايوه ماشي، ما ده اللي انا عاوز اوصل ليه. لكن الدمج موجود دلوقتي في المدارس، انا اقدر اوظف كذا حاجه مع الشرح والعقد. يعني الدراما التعليميه سهل جدا ان انا اشغل القصه الحرفيه واحنا بنشتغل ده من مدارس حكوميه عاديه ومدارس. يا حبيبي انا مش معترض على كلامك زي الفل، لكن الامكانيات اللي عندي متاحه في المدارس دلوقتي مش هتساعدني ان انا اعمل. تمام؟ الا في مدارس معينه، مدارس انترناشونال ماشي هيبقى فيها امكانيات وفيها نوعيه من التلاميذ اللي تقدر تشتغل في النوعيه. حسب لكن كل واحد بيحتاج حسب هو النهارده بيختار المدرسه النهارده خد مكافاه ولا الامور وجه المدرسه بس هو طبعا هو فعلا ممكن الصوره دي محتاج يستخدمها في المدارس كده عشان الحاجات المكافاه، لكن ممكن لا هو هو على وسيله جديده وسيله جديده او اسلوب جديد للتدريس. انا مش ضد، انا معاك مؤيدك دي، لكن ما عندوش هو الشرط. في المراجع يعني انا بصيت للمراجع واحد 64 مرجع، تمام؟ بخلال الاجنبي اللي استخدمتوهم طبعا الرساله دي كود صح كده؟ كانت مراجعه كود القناه بس استخدمتوهم من 24 مرجع والباقي موضوعات مختلفه. تمام؟ يعني بس مرة في المراجع الانجليش عنوان البحث، عنوان الكتاب او البحث كده احط خط صغير كده تحت العنوان عشان ما يبقاش العمليه انا عارف ان الكتاب بيتكلم عليها خط رفيع. بالنسبه للخبراء انت واخد الخبراء كلهم من كليه الاداره، ليه ما نعرفش الخبراء؟ تمام؟ يعني برضك يعني احنا بنحيز الكليه عندنا، احنا
القرى بس يبقى في تنوع ما نخرجوش من الكليه كلهم يعني. مع احترامي طبعا كلهم طبعا، لكن يعني يفضل كان تنوع من اكثر من الكليه. وكان يفضل استاذ رابع برضه يتحط استاذ رابع في هيئه المسرحيه او كده برضه كان هاتوا حاجه من دول. حاجه تاني مش حاجه هو بص هو بس هو بالنسبه يعني انت واخد الجري بالكوره هنا، انت بتقول لي لا انت واخد الجري بالكوره بوجه قدر الداخليه دي 100 جري الكرة بوجه القدم الخارجي وتمرير الكرة بوسط القدم دي تعتبر تمام. التصوير خدت ركب الكرة بوجه القدم. انا عايز الحاجات دي ايه مهارات الاستخدام. انا عايز دلوقتي منطق طب هو ده التمرير والتصوير والسيطرة يحدد على نوع الجزء في التصوير. خدت واحد يوجه القدم ولا واحد طبعا هيبقى وجه القدم تمام. التمرير هيبقى قصير وجه القدم تمام. لا وجه القدم التمرير التصوير هنا وجه القدم خلاص وممكن يسجل وجه القدم السيطرة وجه العملية يعني اتعلمت منه كتير. اول حاجه في الاخلاق وفي
ازاي ان انا اتعامل وازاي يعني بصراحه فعلا هو مدرسه. ربنا يبارك لك يا رب يا دكتور، ومتشكره جدا على كريم دعوه حضرتك يا دكتور، الله يكرمك. والشباب الصاعد الدكتور محمد اللي انا اتعرفت عليه عشان بس هو قاعد جنبي فتعرفت عليه من خلال مناقرته للدكتور مصطفى، عمال يرد على كل حاجه ومتحيز جدا للباحث ومتحيز للبحث. فانا يعني بأمل لك المستقبل ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا دكتور محمد. وسعيدة جدا على كريم دعوة الكلية والدكتور محمد منير. شكرا يا دكتور على الإضافة الأخيرة. الدكتور محمد بلال مش هيكون الثالث. أيوه. يعني انتوا جيل المستقبل، وما شاء الله أنا شايفة إن انتوا يعني أقوياء في المجال، وربنا يكرمكم. وسعيدة جدا بمزاولتي ليكم. أنا دكتور مصطفى محمد بدر، سعيدة يا دكتور بمزاولتي لحضرتك كمناقش، وحضرتك وفرت عليا كتير في المناقشه، يعني حضرتك ما سبتش حاجه في الرساله بصراحه. فمساعده جدا يا دكتور بمزاولتي لحضرتك على البورد. والباحث استاذ محمد، سعيده يا استاذ محمد ان انا اناقشك. وواضح على كريم ما شاء الله، كريم عيلتك ووالدتك ووالدك والاسره الكريمه، الاخلاق والاصل الطيب. وبتاسف لهم جدا على التاخير، انا اسفه والله ظروف خارجه عن ارادتي، معلش على الانتظار. وبرحب بكل الضيوف وبأسف للتاخير. وبشكر الدكتوره حنان على تحملها مشقه السفر معايا، معلش ما رضيتش تسيبني وانا تعبانه. نبدا المناقشه. يعني انا بس مجرد بس توضيح، ويعني مش هنطول ان شاء الله باذن الله. ناخد الاول كده الفصل الاولاني، هنقول بوجه عام الحاجات اللي الدكتور مصطفى قالها احنا مش هنعيدها تاني. كل نقطه بعد كل باراجراف لازم يبقى لها مراجعه، يا اما انت اللي كاتبها يا اما ليها مراجعه. تمام. في مراجع برضه عايزه تتراجع، لان في باراجراف مثلا في الفصل الاول برضه في كلام مش هو بتاع المرجع، فانا كاتبه لك عليه. راجع الحاجات دي كلها، مش هنقعد نقولها. نوحد المصطلحات. انت واخد الاطفال من سن الثانيه ابتدائي دول اطفال، لما بيكبروا شويه بيبقوا تلاميذ، لما بيكبروا اكتر بيبقوا طلاب. فدول الاطفال. نيجي لمشكله البحث نهايه الفصل الثاني. انا خلاص اتكلمت عن الدراما، اللي احنا هنتكلم فيها بقى باستفاضه بعد كده. اتكلمت عن الدراما واتكلمت عن الحاجات دي في الاول. خلاص مشكله بحثي انا بقول انا اخترت المشكله دي. تمام؟ زي ما انت عرفتها كده بالظبط. مش هرجع تاني اقعد اكتب واقول مش عارفه مين بيقول ايه ومين بيقول ايه. خلاص الكلام ده احنا عملناه. لما انت تقول انت كباحث اطلعت على دراسات، لازم بعد الجمله دي تقوم فاتح له قوسين وتقول لي ايه الدراسات اللي انت اطلعت عليها. ما ينفعش اسيب الموضوع صفحه 17. ما هو بقى خد ده مش صفحه 17 بس، رساله كامله. انت قلت مصطلح الدراسات والبحوث، يبقى بتفتح قوسين ايه الدراسات والبحوث اللي انت اطلعت عليها. تمام. مش استاذ البرامج التدريبيه، مش عارفه برامج صفحه 17 وانا على وبرضه التطوير. انا مش بطور، انا بعمل في المرحله اللي بعمل. ماشي. طيب لما برضه اخر حاجه في الفصل الاول، لما باجي اخد مثلا الفصل الثالث حسنيه، الرسائل الموضوع هو ولا لا هو احد حسنيه. تمام. ده انا كتبته في الاول ولا لا؟ هو خلاص حصل المرجع انت عارف. وبرضه في خطا انا عملت عليه اللي هو صفحه 17 الباراجراف الثاني، بما يتلائم مع التفاصيل الدقيقه التي لا يستوعبها حضرتك. المفروض هو يستوعبها حضرتك، لا انت بتستخدم الكلام ده هو يستوعبها حضرتك. نيجي للمصطلحات. اللعب بتمثيل والمدرسه قال الدكتور مصطفى سأله لك. المفروض ان اللعب بتمثيل ده جزء من الدراما العربيه. يعني انا من سياق الدراما اللي هي تبقى تمثيل ولا لعب ولا المسرح مناهج ولا كل الكلام ده احنا هنتطرق بعد. خلص الفصل الاول خلاص. تيجي الفصل الثاني. الفصل الثاني انت سلكت فعلا، بس سلكت النظري. انا يعني على قد مدرستي الصغيره يعني هي قد كده اهو، ان انا باخد الحاجات اللي هي بتفيدني في الشغل.
هتفيدني في الشغل. انا مش تخصص كرة قدم، بس لو انا مكانك انا هذكر المهارات اللي مش هذكرها، انا اقول للطالب الجاهز مهاره كذا وكذا وكذا وشرح، وهتفيدني من الوش ده كله. كل ما اختصرت النظر اللي موجود في الكتب، المهم انا في الاطار النظري ايه اللي هيفيدني في البحث بتاعي. تمام؟ يبقى برضه نفس اللي احنا قلناه في الفصل الاول، نظام المراجع القديمه انا بحط مراجع كتير، ما فيهاش لازم ان انا اخد المراجع القديمه، اخد الحديث. تمام؟ هذا صفحه 30 يا محمد. صفحه 30 اللي هو اول حاجه عناصر النظام. انت واحد ذاكر سفر على النبي صفحه اولا المراجع، يعني مرة 30 من 11 ل 113 عشان كده نص الثلاث اربع سنين دول عملتها ازاي؟ يعني عملتها ازاي؟ تمام؟ طيب لما بيبقى عندي برضه الحته اللي انا هقولها لك انت توصف المراجع، لما بيبقى عندي انت مثلا صفحه 31 في مرجع 24 ووراه على طول مرجع 24 انتم مع بعض، يبقى 24 صفحه 12 صفحه 13 مع بعض ما تكررش. تمام؟ هتلاقي انت بدأت الحاجات تمام؟ طيب صفحه 33 اللي هو بقى اللوجو الشغل بتاعك، بس تحط لي كده دايره حواليه او مربع وهنقلك فيه بعد كده. اول كلمه في الصفحه زياده الاقامه لجنه اختيار مجموعه من القصص الخاصه بالخطوات كذا كذا كذا، وتعتبر القصه الحركيه في اعطاء التمرينات الحركيه. خليك فاكر البراجراف ده عشان نرجع له تاني بعد كده. بس كده استخدام الدراما اللي هي النماذج اللي انت جبتها كنميكس، يعني كنميكس لو انت بقى اللي هي الحاجات اللي انت قلت في الاخر الجدول ده، انت كنت عملت جدول اجرائي لشغلك انت استفدت ايه من الخبرات، يعني انت ما تعرفش الخبرات دي ولا لا، انت تنوع عن الخبرات وتقول انا استفدت من الخبرات دي ان انا اطبق الدراما العمليه للبحث بتاعي بالصوره اللي انا هحطها. تمام؟ فبرضه الجزء ده يعني لو كان توظيفي كان يبقى احسن. الخصائص الفسيولوجيه والمعرفيه والحاجات دي برضه انا بدات عليها. بشكرك على جزء الدراسات المرجعيه. انا بحب كده، يعني انا بحب اللي هو الخاص بشغلي انا حتى لو كان قليل. انا مش عيب يا محمد ان انا البحث ده ما عملش كده، بالعكس ده ميزه. يعني انت مختار موضوع مش مطبق عندنا كتربيه كده، وانا بشكر هيئه الاشراف وبشكرك على ان انت يعني جالك الجرأه ان انت تختار موضوع زي كده. فده مش عيب، بالعكس ده ميزه. كل ما انا ما لقيتش دراسات مرجعيه غير 3 أو 4 حلو جدا، كفايه يعني كفايه، ممكن انا هوظفهم في الشغل. خلاص؟ تمام. خلصنا الباب التاني. تمام؟ نيجي لإجراءات البحث. ندردش مع بعض كده. وانا عارفه ان انا يا استاذ محمد عن المنهج بتاع سنه اولى اللي هي المرحله الابتدائيه، قولي لي عباره عن ماشي تمام. انا عارفه ان انا بتكلم يعني انتوا عندكم سنه اولى ابتدائي بتدرسوا خلاص. انا على حسب معلوماتي احنا اللي اعرفه، بس انت قلت بقى يعني عملت مرفق للموضوع ده، لان انا يعني مش عايزه اقول انت قد كده. المنهج بتاع السنه الاولى لحد سنه ثالثه ده مهارات حرفيه، عشان كده النقطه ماشي اتفضل. لا ثانوي وثالثه مهارات حرفيه. يبقى انا بقى احط المر للاذان عشان يقول كده قلنا يا دكتور ده بس هو على مستوى يعني على المستوى العام ده معروف كده. صعب بس اسمع عليه احط الموضوع ماشي. طيب يبقى انا دلوقتي انا تربيه سنه ثانيه ابتدائي جبت مهارات كره قدم، سنه ثانيه واولى وثانيه وثالثه انا بعلمهم المهارات، عشان كده دي الحلقه المفروضه اللي احنا عاملين ندور عليه. انا بعلمهم المهارات الاساسيه اللي تاهلهم بعد كده لما ياخدوا المهارات دي هم يعملوها بسلاسه ويتساعدوا
بالظبط. تمام. طيب انا مش بتاعت كل قدر، بس انا لازم يبقى المهارات اللي انت خدتها تكتبها زي ما الدكتور مصطفى قال. طيب اجي بقى برضه صفحه 65 وسائل وادوات جمع البيانات. انا ليه ببقى باستطلاع راي الكبرى يا محمد؟ انا ليه ببقى وسائل جمع البيانات اللي هي اختبار الذكاء، الاختبارات المدنيه، الاختبارات المهنيه، الحاجات دي كلها. تمام؟ تمام. يبقى اشيل اللي هي استطلاع راي الكبرى ده بعدين. طيب اختيار مساعدين. انت المساعدين عملوا معاك ايه يا محمد؟ الأولاد التصوير الأدوات اللي يعني طبقوا معاك البرنامج كرسمين في طبقوا. خد بالك ان دي عليها كانوا ثلاثه كمان. طب مين اللي اثر بقى؟ يعني انت ولا التاني ولا التالت ولا البرنامج؟ يعني يعني بالتالي النتيجه اللي انت عملتها دي مين؟ هو اللي بيقول استنى بس. مش معنى ان انا بقى اشوف الحته دي معاك. طيب برضه في يعني صفحه 67 انت مش واخد ولا عندك وحدات تدريبيه ولا عندك شده ولا اكمال ولا الكلام ده، التاكيد دي غلطه. لما اكتب بقى احنا اتفقنا من اول البحث لما اكتب طلعت على الرصاد ان انا طبقت الاختبار، يبقى انا لازم اكتب التاريخ، يبقى انا لازم اكتب المرجع. بس ارجع معلش يعني رايي برضه انا دلوقتي يا محمد لما باجي خلينا في وسائل جمع البيانات، احنا هنشيل استطلاع راي الكبار. انا جبت اختبارات العقليه او اختبار الذكاء، امسكه كده من اوله لاخره، اكتب ايه هو الاختبار عباره عن ايه؟ انا طبقته ازاي؟ يشتغل على كام عباره؟ بعد ما خلصته بقوم عامله المعاملات العلميه للاختبار ده، اخد الحاجه كده كلها على بعضها. تمام؟ نفس الكلام الاختبارات البدنيه اخدها كلها على ذكرتهم، وبعد كده كنت عامل المعاملات العلميه بتاعت الدكتور. تمام؟ فيبقى افضل وارتب لو كل حاجه تحتها المعاملات العلميه بتاعتها. ده وجهه نظري طبعا من الراي المتخصصه الكبرى. تمام؟ طيب. انا البرنامج التعليمي ده اهم جزئيه في الموضوع. نيجي للبرنامج التعليمي بقى لو خيرنا كلنا ده نتكلم في دقيقتين بس ونخلص من الموضوع ده. انا كاستاذ طرق تدريس انا يعني متحمسه جدا للنتيجه الكورسات. طب بعد اذن حضرتك انا اقدر ان انا اساعد بالطريقه التقليديه مش عيب ولا ان هي ما بتدينيش نتائج، بس احنا بنتطور زي ما اي حاجه في الدنيا بتتطور. تمام؟ كنا قبل كده لما كانوا ايام ما كنا في الامارات وقالوا لنا ده الشغل هيبقى اونلاين، بنعمل اونلاين ايه يعني؟ الطلبه يفهموا ازاي؟ عمرنا ما كنا ممكن نستوعب ان احنا ممكن يبقى المحاضرات كلها اونلاين وعلى التيمز والكلام ده كله على منصات التعليم المنتشره اليومين دول. طيب انا دلوقتي امتى احس ان في فجوه بين طريقه تقليديه واقول لا انا هستخدم طريقه تقليديه؟ في فرق ان انا بقول استخدم طريقه تقليديه وادمجها مع وسائل تعليميه. تمام. في فرق ان انا اقول اعضد او اقرب الطريقه المتبعه باساليب تدريسيه حديثه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الفجوه اللي عند محمد، انا دلوقتي يا محمد انت خدت البرنامج التعليمي. فين البرنامج التعليمي بتاعك؟ انا دلوقتي اول حاجه في البرنامج التعليمي هدف البرنامج. تمام؟ بعد ما بعمل الهدف اللي بيبين لي السلوكيات اللي انا عايزاها من الطلبه بتوعي، ان انا احط هدف عن البرنامج التعليمي واقوم مخصصه الهدف العام ده لاهداف سلوكيه. انا بقولها للطلبه بتوعي كده زي البرتقاله ما بنخصص مخصوص، احنا هنخصص الهدف العام لاهداف سلوكيه. فانت انا عايزه الاهداف السلوكيه لازم تتكتب بعد الهدف العام للبرنامج الاهداف السلوكيه للبرنامج. طيب انا دلوقتي انت عملت ايه بقى؟ احكي لنا يا محمد الدراما اللي هي محيرانه دي عباره عن انت عملتها ازاي؟ حطيت البرنامج بتاعك ازاي؟
صورتش الطلبه، بدل ما كنت حطيت لي صور من دليل المعلم كنت صورت الصور دي كانت هتبقى جميله جدا. فين يعني فين البرنامج؟ انت لو كنا زي ما انت بتقول كده عملوا ماشي انا مهاره طواف حوالين الكعب، يبقى معنى كده ان الدراما التعليميه ان انا بحول كل المهاره اللي انا عايزه اعملها لموقف درامي او لقصه حركيه زي ما انت شبهتها كده وبسطتها قصه حركيه. وبعدين عمل المهاره بقى تكرار المهاره وبعد كده اشوف النتيجه بتاعته، هل قادر يوصل المهاره دي او يوصل لدرجه اتقان المهاره دي. وشوف النتيجه بتاعته من خلال ايه؟ الاداء بتاعه. من خلال ايه؟ اسمع الدكتور ابو عمال بيقول لك كنا مش عارفين من خلال الاختبارات المهنيه. انا مش بتاعت قدر بس من خلال الاختبارات المهنيه. احنا كطرق تدريس لو احنا هنقولها قبل الاختبارات اللي انا قلت لك عليها ان هي انت عندك لكل درس انت بتعمله لازم يبقى له اهداف سلوكيه اللي انت كاتبها على وحده السلوكيات اللي انت عايز الطلبه يقدموها. طيب انا دلوقتي عملت البرنامج زي ما انا قلت لك كده ال 45 دقيقه ده انت متقيد بيهم لان دي زمن الحصه بتاعت الاطفال اللي انا قلت لك في الاول عليهم ان دي تربيه حركيه بنديهم بنعلمهم السن ده بنعلمهم من خلال الحركه. فانت متقيد بزمن الدرس ده اللي هو 45 دقيقه لازم تشتغل من خلاله. طيب دي بقى زي ما الدكتور محمد قال لك انت دلوقتي عامل الوحده التدريبيه. ايه الفرق بين الوحده التعليميه والوحده التعليميه وبس؟ انا دلوقتي انا امسك البرنامج التعليمي بتاعي، امسك البرنامج التعليمي بتاعي خلاص. انا البرنامج التعليمي هيستغرق متطلبات قد ايه؟ 6 أسابيع. تمام؟ يبقى ده زمن التطبيق بتاعي. هقسم التطبيق ده لكام واحده؟ لا مش وحدتين زي ما الدكتور بيقول درسين. انا هقسمهم ل6. انت بتقول طبقات 6 أسابيع، انا هقسمهم ل6 وحدات تعليميه. الوحده التعليميه بتحتوي على درسين. فهمت الفرق ازاي الحته دي؟ تمام؟ يبقى انا هعلمها لك عليها عمل. تمام؟ خلصنا الفصل الثاني. عرض مناقشه النتائج. برضه ده انا بعمله يعني ان انا بعرض الفرد وبقوم جايه ايه؟ مناقشه النتائج ورا بعض. تمام؟ ده درس زي ما الدكتور محمد بيقول. هو متحيز لك وخلاص. ماشي. طيب رد يا مدارس رد. انا دلوقتي في عندك حاجه برضه هي غلطه برضه فانا هعلمها لك عليها. بص عليها انا اقول لك على صفحه كام عشان تفهمها. انت عامل برمجيه تعليميه اللي هي الجزئيه بقى تلاقيهم معلمه لك عليها يا محمد. ان انت هتستخدم ان انت قسمت المهارات لوحدات ومش عارفه عملت ايه واستخدمت صور واستخدمت فيديوهات. الجزئيه دي ليس لها علاقه ببحثك فتشيلها خالص. تميزت البرمجيه صفحه 83. طب هات صفحه 83. هات صفحة 83 قبل ما تراجع. هات انت اللي قلت اهو انا كنت هعدي. اهي الباراجراف بتاع تميز البرمجيه بتاع تقسيم مهارات كرة القدم الى اجزاء صغيره. كده نبقى ماشي. خلصنا الفصل بس خلاص. لسه كده توصيات برضه معلومات على حاجات كده تشوينه بسيطه. المراجع بس انا برضو مش من هواة القصر في المراجع. انا المراجع القديمه ادام في احدث منها انا بعتمد على الحديث وبحاول ان انا ايه يعني الحاجات الخاصه بشغلي بس. انا ما بكتبش في المراجع واخرون. انا بكتب اسم الدكتور
الدكتور اللي واخرون. مين اخرون دول؟ البحث مرسوم فيه مجهود. اجي بس اخر حاجه اللي هو في الملحقات، بس عشان ما انساش اقولها عشان يبقى قلت لك كل حاجه. الوحدات التعليميه اكتب لي الاهداف المعرفيه صح، في صياغه صحيحه للاهداف المعرفيه. طبعا هتلاقي في طرق التدريس ان انزل الفعل المضارع. الفعل المضارع السلوكي بيختلف من الاهداف المعرفيه، الاهداف المهنيه، الاهداف البدنيه اللي انت حاططها في الاخر دي مش عارفه حاططها ليه. حاول تدمج يا محمد بين القصه اللي انت عاملها الجميله اللي انت حكيتها لنا دي، دخل فيها بقى مهارات كره القدم. اكتب مش الكفر بتاع الوحدات، مش برنامج تعليمي، ده وحدات تعليميه، ده الوحدات التعليميه بس. وبشكر هيئه الاشراف على الجهد المبذول في البحث، وبشكرك يا محمد على الجهد المبذول في البحث. وكلنا لازم، انا لما بقرا البحث بقى عاملاه اكتر من مره، كل مره لازم اطلع فيه حاجات. فبشكركم يا جماعه جدا، وعلى سعه صدركم ان انتم استحملتوني في المناقشه، وشكرا جزيلا. طبعا بنشكر الدكتوره سالي على التقريبه، وبنشكر الحقيقه لجنه المناقشه الدكتور مصطفى والدكتور سالي. هم القوا ضوء على حاجات كتيره جدا جدا ممكن تكون ما كانتش واضحه، بس هو الوضع الدكتور مصطفى والدكتور سالي ان هو زي ما حضرتك اتفضلت ان هو البحث كان ليه شويه بدايه خبره تعليميه، فدي كان في مشكله شويه او في نقطه شويه في المراجع العلميه. لكن طبعا ده ما يعتمدش احنا كلام الصف اللي احنا كنا وزادنا موضوع اكبر شويه اللي احنا نوظف الاجزاء النظريه دي في صالح التجارب الرياضيه. بس احنا اول ما وعدت ان احنا هنبتدي الكلام ده محمد برضه لازم تخلي بالك من النقطه دي، الجمهور مهمه احنا كنا اتكلمنا فيها عشان هو السبب دي، بس هو نسيت تسجلها. احنا بنشكر هذه الاسماء وهذه ونأتي ان شاء الله لكل الوقت دلوقتي بنسيب محمد بقى. الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإن واجب الشكر يقتضي بالشكر لكل من كان له يد نافعة على هذه الرسالة، وأتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من يد العون إلي في إمام هذه الرسالة. من كلام كتير والشكر كتير، بس أنا يعني على قد ما أقدر أقول شكر واجب للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بلال حسام الدين، أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية ورئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية في كلية التربية الرياضية البنين جامعة الحلوان. شكرا دكتور محمد، شكرا لأن حضرتك وافقت إنه تكون مشرف على الرسالة. وبشكر حضرتك، وبفكر حضرتك إن حضرتك كنت موجود في لجنة السنوار الأولى لتقديم الماجستير، وده كان من حظي وسعدي. بشكر حضرتك على تعاملك معايا الجميل ودايما مهذب، ويعني انا ناس كتير حسدتني ان حضرتك موجود مشرف على الرساله. شكرا لحضرتك. بشكر استاذ دكتور مصطفى محمد بدر الدين لانه وافق يكون معانا في لجنه المناقشه. شكرا لحضرتك وشكرا لذوقك وسعه صدرك، وشكرا على كل الحاجات اللي كانت في الرساله والتعديلات اللي ان شاء الله هتكون موجوده معانا وهنعدلها. شكرا لحضرتك وتواجدك معانا. شكرا لحضرتك. شكرا للدكتوره سالي محمد عبد اللطيف، شكرا لحضرتك وتعبناكي من طنطا، وشكرا لذوقك وكل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، وان شاء الله هنعدلها وهتكون. شكرا لحضرتك وشكرا لك. دكتور محمد سالم هو اخويا، فانا مش هقول حاجه اكتر من كده، مش هقول اكتر من كده. ان هو اخويا ده دي كافيه قوي. شكرا ليه يعني على كل اللي عمله معايا. دكتور محمد منير، ازاي حضرتك؟ يمكن اول اقامه بينا وكان لوقت. شكرا لحضرتك وشكرا على وجودك معانا وشرفتنا.
الشكر اللي ما فيش بعده شكر، او هو الشكر خالص، او الحاجه الوحيده ان هم سبب وجودنا في الحياه، هو والدي ووالدتي، اللي انا بشكرهم على تعبهم وصبرهم لحد هنا وبيوم. يعني مش لاقي شكر او حاجه اقولها لهم يعني، لان انا يعني فخور بيهم، ودايما في اي مكان ببقى فخور بيهم ومجهودهم وتعبهم اللي كان معايا، اللي عملوه معايا. تاني واحده يمكن بتيجي بعد كده زوجتي، اللي انا تعبتها وطلعت عينيها يعني في البيت، يعني انا بشكرها. وطبعا ولادي وادم وملك وحبيبه، دول الفاكهه بتوعي، او ربنا يزاني بيهم وربنا يجعلهم يعني سبب دخول الجنه يا رب ان شاء الله. اهلي بقى طبعا اللي موجودين كلهم، انا مش عايز انسى حد، اخواتي كلهم ولادي كلهم حبايبي طبعا، وزمايلي واصحابي اللي شرفونا ونورونا، كلهم باسم يعني كلهم بشخصه. انا سعيد جدا ان هم جم وتعبوا اليوم على راسي من فوق. شكرا ليكم. بشكر طبعا الحاجه ياسمين محمود خليل الحصري، اللي هي رئيسه جمعيه الحصري، اللي هي مؤسسه المعهد الحصري اللي انا شغال فيه. وبشكر الدكتوره عبير نصار نائب رئيس مجلس الاداره. وشكر واجب لشخص الله يرحمه ويعني يتغمده برحمته، الاستاذ طه عبد الفتاح عميد معهد الحصري سابقا، لان ده كان استاذي الفاضل الله يرحمه. شكر لكل قسم التربيه الرياضيه بالمعهد، كل فرد باسمه وشخصه. شكرا لاداره المعهد كامله وكل العاملين في المعهد. شكرا للدكتور عبد الله جمعه صديقي، دكتور بكليه التربيه الرياضيه السادات. بشكر الدكتور محمد علي مدير النشاط بنادي الصدر المصري. شكرا للدكتور سامح عبد المطلب نائب مدير النشاط. شكرا لصديقي الدكتور محمد صوفي. شكرا للاستاذ جمال عبد المنعم رئيس مخازن النادي. شكرا لكل الناس الموجودين في الكليه، قسم الدراسات العليا كامله، استاذه غاده واستاذه طوال، كل واحد ساعدني في ورقه او اداني قلم، شكرا ليه. شكرا لكل الناس الموجوده. شكرا للجنه التحكيم. شكرا، انا مش عارف اقول حاجه بس شكرا لحضراتكم. انت عاوز تنسى زوجتك ما تشكرهاش، مش هروح البيت انا مع السلامه. شكرا لكلكم، شكرا لاهلي كلهم عشان ما انساش حد. انا اسف لو كنت نسيت حد. احمد عبد الله حبيبي وصديقي، مش عارف. شكرا. شكرا محمد، ربنا يبارك فيك. دلوقتي بس بدي اثنين كده، عايز اثنين صوتين، محمد سالم وصوت محمد منير، يعني لو ليكوا اي ملاحظه مع الباحث او اي نقطه يعني دقيقتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر الباحث على المجهود اللي بذله في الرساله. طبعا انا عندي ظروف خاصه يعني مع والدي وكده، فانا ما كنتش متواصل معاه، كنت بتواصل مع الدكتور محمد سالم وبتابع معاه الاجراءات بتاعت البحث والشغل اللي هو بيتم. وطبعا انا سعيد جدا وسط اساتذتي والدكاتره اللي علموني ودرسوا لي. طبعا ورسائل اللي هي طبعا عندها ظروف صحيه وكده، وعندها قدره على تربيتها والسلام عليها. وبشكر الدكتور محمد سالم، وبشكر الساده المحاضرين. شكرا لكل محافظ، ربنا يبارك فيك. ومحمد بالنسبه لك ان شاء الله، انك انت تستحمل ان شاء الله الدكتوره دي وتدخل ان شاء الله. استاذ حضراتكم بس بعض الوقت كده اللجنه تاخد رساله
مبدع عبد الفتاح الحصول على درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضة في تمام الساعة 11:10 صباحا يوم الأحد الموافق 13/8/2023. اجتمعت هنا الكلية اللجنة المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 21/2/23 والمشكلة من السادة الأساتذة الدكتور محمد وليد بلال حسام الدين مشرفا ورئيسا، الدكتور مصطفى محمد بدردي مناقشا، الدكتور السيد محمد عبد اللطيف مناقشا، الاستاذ مساعد الدكتور محمد سالم حسين درويش مشرفا. ناقشت اللجنه علنا البحث المقدم من الدارس محمد مبدع عبد الفتاح والمعتمد تسجيله من الساده الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه بتاريخ 24/2/2023 وعنوانه تاثير استراتيجيه الدراما التعليميه في مستوى بعض المواد الاساسيه في كره القدم لدى تلاميذ المرحله الابتدائيه، وبعد مناقشه الدرس على في موضوع البحث وبعد الاطلاع على النتيجه وبعد المداوله قررت اللجنه باجماع الاراء توصيل منح الدارس محمد مبدع عبد الفتاح درجه الماجستير في التربيه البدنيه والرياضه تخصص سلوك تدريس التربيه الرياضيه. بدايته فكرة ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب.
ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. امسك في حلمك وخليك وراه، كلمة ده صعب ولا يمكن نجاح. إياك في لحظة تقولها وبكرة يجي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة، والسكة هنكملها. الأيام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها. خلي أحلامك قصادك، حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة أو منها تهرب. واللي بعيد عنك مسيره في يوم يقرب. امسك في حلمك وخليك وراه، كلمة ده صعب ولا يمكن نجاح. إياك في لحظة تقولها وبكرة يجي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة، والسكة هنكملها. فرحة وضحكة ودنيا وحياة، والسكة هنكملها. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. امسك في حلمك وخليك وراه، كلمة ده صعب ولا يمكن نجاح. إياك في لحظة تقولها وبكرة يجي وشايل معاه فرحة وضحكة ودنيا وحياة، والسكة هنكملها. الأيام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية
يشيلها. خلي احلامك قصادك، حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم